اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير، يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي. شكرا كتير لكم يا حبايبي على كل اللي بيحضر معايا العروض، شكرا كتير على كل اللي بينورني في قناتي من بره مصر ومن جوه مصر، شكرا كتير لكم يا حبايبي. النهارده عملنا الفيديو الجميل الحلو القمر ده ما شاء الله. عملنا السمك البلطي المقلي بطريقه جميله وحشيناه بقى خضار ما شاء الله. عملنا سلطه، عملنا رز مفلفل، طبعا احنا كلنا عارفين ان الرز بيتسوى ازاي او بنطبخ ازاي. عملنا حطينا مخلل خضار، وزي ما قدامكم الفيديو كان جميل جدا. ما يلا بينا نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. جبنا كده السمك البلطي وجبنا معلقه وقلبناها على الجنب التاني على وشها، وبدات ان انا اشيل القشور زي ما قدامكم كده. الحركه دي مهمه جدا، لا قشور بتيجي عليكي ولا بتملى المكان، وتبقى نظيفه وحاجتك نظيفه قدام. بدات ان انا اجيب المقص واشيل الزعانف بتاعه السمك، واشيل الخياشيم كده، جزء من الخياشيم، واقص كده وافتح البطن. وكل الفيديو سهل وبسيط وجميل. جبت كده بقيت ان انا اطلع اللي في قلبه، وشلت كل اللي في قلبه وغسلته. وبالنسبه للسفايه اللي في النص لازم بمعلقه كده ونشيلها علشان نشيل الدم اللي فيها علشان كده تبقى جميله وحلوه. بدات ان انا اغسل السمك واشطفه كويس. لازم نخلي بالنا لحد ما يكون القلب يكون ابيض زي الشهد ما شاء الله. في حته دم كده بتبقى في الخياشيم من فوق، نحاول ندخل صبوعنا ونطلعها عشان ديت بتكون زفاره للسمك. اكتر الناس مش بتاخد بالها منها بين الخشوش وبين العظمه اللي فوق ديت بتبقى في حته دم كده، قلب كده صغنن كده، حاولوا تطلعوه. في ناس كتيره مش بتاخد بالها منه. هنجيب بقى شويه خل، وهنعصر ليمونه وشويه ملح، ولو عندك بقى قشور برتقان كمان حطيها، او زيوت البرتقان اللي انت بتعصريها زي انا ما بعملها ممكن تحطيها. بيبقى قشور البرتقان جميله جدا بتطلع اي زفاره. وهسيبه كده حوالي ربع ساعه تلت ساعه منقوع كده بالمنظر ده. وبعد كده هنحضر بقى الخضار، بصل شرايح، فلفلايه كده مش شرايح، جوليان كده وطماطمايه، وهرسه الشطه وليمون وملح مبهر. بصوا لازم الحاجات دي. وهنبدا نعصر على الخضار ده شويه ليمون، نص ليمونه وشويه ملح مبهر طبعا، وهنقلبه مع عشان ده حشو السمك. وبدات السمك شطفته وجبته بقى كده ناشف، وهبدا ان انا افتح السمك. كل سمكايه حوالي 3 فتحات او 4 تبع كميه السمكه ما هي شكلها عندك. ممكن تكون سمكه كبيره ما شاء الله، ممكن يكونوا سمكتين 2 كيلو او كيلو ونص، يبقى انت تفتحي على قد الفتحات على قد حجم السمكه اللي معاكي. الفتحات دي بتخلي السمكه تستوي بسرعه، بتخليها شكلها جميل، وبتخلي السمكه متحمره كده وجميله، واولادك بيفرحوا بشكلها. ببدا كده ان انا اخلص كده فتحات السمك معايا، وهبدا ان انا الاول اتبل السمك بهريسه الشطه. لازم التتبيله دي مهمه طبعا. التتبيله دي عليها توم وليمون وملح طبعا، ومقلباها زي ما قدامكم كده. وبدات ان انا اجيب السمك، احشي السمك كده، اتبله تتبيله واتبل الفتحات اللي انا عاملاها زي ما قدامكم كده يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. الطريقه سهله وبسيطه وبتدي نتيجه وطعم جميل جدا. هتجربوها بنفس الطريقه هتعجبكم قوي. كده خلصت تتبيله السمك، وهبدا كده ان انا احشي قلبه. مش لازم، اهم حاجه وانت بتفتحي السمكه ما تبقيش تفتحيها لحد الاخر. العظمه اللي فوق الصغيره دي اللي فوق الخشيش ديت ابقي سيبيها مقفوله، عشان لما تحشي قلب السمكه الحشو ما يطلعش منه، وما تحتاجيش ان انت تبقي هتعمليه بخلايه سنان او بشيش بعصايه شيش طاووق الخشب او كده او كده. لا، هنسيب القطعه دي مقفوله كده ونبدا نحشي، وتحشي الكميه اللي انت عايزاها في السمكه زي ما هي معاك، مش هيخرج منه ابدا وانت بتقليها. طبعا الخضار متبل وعليه الليمون تبعه. وهبدا كده اخد الطماطم، احط طماطم وفلفل وبصل، ولو عندك جزر بيبقى طعمه جميل جوه السمك بيكون جميل جدا. حطي شرايح جزر بتبقى جميل جدا، شرايح رفيعه كده قطعيها وحطي معاها. وهبدا اسيبهم كده قيمه ساعه او ساعتين، او ممكن اليوم بحاله. انت تبع انت وراحتك وتبع اكلك هتعمليه امتى. انا سبته ساعه ساعه واحده، وطبخت الرز تبعي في الوقت اللي السمك بيتبل فيه، وجهزت بقى حاجتي السلطه، وجهزت حاجتي بصراحه بعد وانا متبله السمك. بقول لكم اهو تفتحوش الجزء ده عشان خاطر تسيبوه مقفول.
علشان خاطر الحشو ما يطلعش منه. شاورت لكم برضو وعرفتكم الجزء ده. لازم الستات الشاطره تاخد بالها من الحاجات ديت، خصوصا لما تكوني هتحشي السمك خضار زي انا كده. بصراحه البصل طعمه روعه فيه، بنحب ناكل البصل اللي جوه قوي قوي يعني، بصراحه بيكون طعمه ونكهه كده وريحه جميله. ولو عندك شويه زعتر بقى او شويه روزماري تحطوهم عليه، يا الله ما شاء الله، مع الخضار كده وفي التتبيله ما شاء الله بيدي نكهه جميله جدا. سبته بقى كده على جنب زي ما قدامكم ما شاء الله. بجد يعني كان الفيديو جميل، كان السمك طعمه جميل جدا وروعه. جبت بقى الطاسه فيها شويه زيت عشان نحمر السمك. وعصرت ليمون برضو تاني بعد ما تبلته، عصرت ليمون تاني عليه وسبته بقى كده على جنب. شوفوا بعدله برضو بظبطه عشان لما يجي كل ما ينزل الميه اللي فيه السوائل اللي فيه بينشف وبيشد على بعضه، وبعد كده ايه بيقفل على الخضار. غسله الرز اهو قدامكم زي ما بقول لكم، انا غسله الرز سايباه منقوع وهنطبخه بقى وهرجع لكم بقى تاني. هنشوف بقى هنعمل السمكه التركيه الحلوه بقى اللي هتخلي السمك بتاعك اصفر وزي الكركم وجميل وطعمه حلو. هنحط شويه ملح وبهار على الدقيق، هنحط معلقتين نشا او معلقه، هحط شويه كركم اصفر، شويه كركم اصفر برضو معاه. وهنقلبهم تقليبه كويسه مع بعضها. احنا لازم الملح المبارد ده عشان طبعا انتوا عارفين الدقيق بيبقى عادي. والنشا ليه يا ام منار؟ النشا علشان خاطر اللي انا جبت مع شويه كركم حطيتهم. النشا عشان خاطر لما تحطيه في الزيت السمك تطلعيه ما يكونش فيه زيت، ما بيشربش زيت كتير، وتلاقي السمكه ناشفه ومقرمشه وحلوه. وبدات ان انا ابطن السمك كده وانفض باقي الدقيق من عليها، واي حته ما عليهاش دقيق طبعا هنغذيها بالدقيق عشان طبعا ما ايه تبقى متحمره معانا جميله زي ما قدام كده. وهنروحوا بقى على البوتاجاز ونشوف. نفضوا يا جماعه الدقيق، ضروري نفضوا الدقيق زياده من على السمك عشان خاطر الدقيق الزياده ده بيحروق الزيت بسرعه وبيبوظه معانا بسرعه، فاحنا مش عايزين الحركه دي. طبعا الطاسه دي بتاخد سمكتين كبار، بدات اهوت حمرته ما شاء الله. بجد كان الفيديو جميل. طلعوا اللون ده، حابين تغمقوا عن كده براحتكم، حابين تفتحوا عن كده براحتكم. وجبت بقى خضار بقى وقطعته كده قطع صغننه وحطيته كده وزعته على السمك. وجبت ليمون برده شرايح اللي حابب يعصر ليمون. وحضرت الاكل كده جميل كده قدامكم زي ما قدامكم يا حبايبي. يا رب اكون بفيدكم في فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. وطبخنا الرز بقى، شايفين شكل السمك وجماله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. وانتوا عارفين طبعا الرز ده بينطبخ ازاي، وان شاء الله اللي مش عارف يكتب لي في الكومنتات. الرز ده مفلفل يا جماعه، حبايه وحبايه ما شاء الله. وادي المخلل بتاعنا، وهقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.